كابتن عماد النحاس للأسف مباراة سيئة جدا أمام سيراميكا كليوباترا. الأهلي فاز بهدف نظيف، ولكن كابتن عماد النحاس النهاردة ما كانش أفضل حاجة، وهقول لكم سريعا ليه. أول نقطة غريبة بالنسبة لي هي تثبيت التشكيل. مش عارف ليه كابتن عماد النحاس مصمم يعمل فجوة وجاب ما بين اللعيبة الأساسيين واللعيبة الاحتياطيين. خلاص اللعيبة الأساسية بدأت تستهلك، بدأت تتعب في الملعب، مش قادرة، عاوزة روتيشن، ولكن هو مصمم على تثبيت التشكيل. مش عارف هل كابتن عماد النحاس أول ما تولى حد اداه ورقة باللعيبة دي اللي هو يلعب بيها كل ماتش؟ كابتن عماد احنا عندنا كاس عالم، رامي ربيعه اصابه، محمد هاني اصابه، مش عايزين نخش في اصابات للعيبه. النقطه الثانيه ان اللعيبه اللي بره بدات تتلج، خلاص بدات تفقد حساسيه المباراه بسبب انهم خلاص اصبحوا احتياطي ومفيش تدوير بشكل مستمر. النقطة الثانية جراديشار، بصراحة أنا مستغرب إن كابتن عماد النحاس علشان يقوم وسام أبو علي ويرجع له الفورمة موت جراديشار تماما. مش عارف ليه ما بيدوش فرصة، الراجل تقريبا نسي كورة مع الأهلي. النقطة الثانية لما تيجي تتفرج حتى على التغييرات النهارده، تغييرات غريبة جدا. يعني أشرف بن شرقي اللي هو أفضل واحد في الملعب النهارده بيخرج، وطاهر النهارده اللي مستواه مش أفضل حاجة فضل موجود في الملعب. عمرو السولية علشان الماتش اللي فات لما خرج ولوى بوزو وعمل مشكلة 90 دقيقة ما يخرجش، علشان كده أهمية وجود المدرب الأجنبي اللي نقط زي دي ما بتفرقش معاه. لكن كابتن عماد عشان عمرو السولية طلع غضبان الماتش اللي فات لعبوا المرة دي 90 دقيقة. خالد عبد الفتاح على حساب اكرم توفيق، ما اعرفش تغيير ايه لازمته بصراحه. طاهر موجود في الملعب اكتر من كده وهو مستواه مش افضل حاجه. السوليه مش قادر، واللغز الكبير ان امام عاشور لازم يفضل 90 دقيقه في الملعب. ليه؟ ما اعرفش. هل هي تعليمات مثلا؟ الراجل خلاص مش قادر ياخد نفسه، لازم نجيب اصابه لامام عاشور قبل كاس العالم يعني شويه حاجات كده غريبه. لو يبدا كابتن عماد النحاس يظبطها الدنيا تبقى افضل. مصطفى شوبير خلاص ما بياخدش فرصه خالص، هو الشناوي. فكابتن عماد ناقص ماتشين وفي كاس العالم، عايزين نحافظ على لعيبتنا، شويه روتيشن يحصلوا. اللعيبه اللي قاعده على الدكه دي مش قليله، ده بره في الشحات وفي قفشه وفي جراديشار وفي معلول، في يعني نجوم قاعده بره. فالموضوع بصراحه غريب، يا ريت يتداركوا الفتره اللي جايه. اخر طبعا 5 دقائق فيلم رعب عشناه، فكرني بمباراه سان داونز. الاهلي يعني معرض في اي لحظه انه يستقبل التعادل لولا ستر ربنا وياسر ابراهيم في اخر ثانيه في اخر هجمه لسيراميكا شال كوره من على الخط. في النهايه بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وفي الختام احلى سلام.